مسيرة حاشدة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، نظمتها لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء. المسيرة انطلقت من شارع محمد السادس وجابت شارع الفداء بعمالة الفداء مر السلطان، وشاركت فيها شخصيات سياسية ونقابية وحقوقية من مختلف التوجهات للتنديد بالعدوان الغاشم. مسيرة الدار البيضاء للتضامن مع الشعب الفلسطيني نود من خلالها بعث رسائل متعددة، أولاها إلى الكيان الصهيوني والإمبريالية التي تدعمه، ونقول كفى من التقتيل، كفى من الحصار. الشعب الفلسطيني له الحق في أن يتحرر، له الحق في أن يبني دولته المستقلة. ونحن نرى اليوم المقاومة الفلسطينية الباسلة والتي قدمت شهداء ومدنيين وأطفال أمام العدوان الغاشم الصهيوني. سيبقى المغاربة يناضلون إلى جانب الشعب الفلسطيني، هذا الشعب المقاوم الذي تواطأ عليه الأصدقاء العرب، الحكام العرب أقصد، وليس الشعوب والغرب، وكل الذين يقولون أنهم رموز الحضارة هم الذين يذبحون الشعب الفلسطيني في وضحة النهار وتحت أشعة الشمس. إن الشعب الفلسطيني سيقاوم لأن من حقه، كل شعوب العالم لها الحق في المقاومة باستثناء الشعب الفلسطيني. بالنسبة لأمريكا والأمم المتحدة، بان كيمون الذي يعتبر موظفا عند أمريكا وإسرائيل، بان كيمون يأتي إلى الشرق الأوسط لإدانة المقاومة. إن العالم اليوم بالمقلوب. رسالة إدانة لكل الأنظمة اللي كتدعم الحرب القذرة ضد الشعب الفلسطيني، رسالة إدانة أيضا للشعب النظام المغربي، الدولة المغربية اللي مستمرة في العلاقات مع إسرائيل بشراء الأسلحة، باستقبال رموز الحرب القذرة ضد الشعب الفلسطيني. وهذه أيضا مطالبة بقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني. كيطالب بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ديال الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتقتيل الأطفال والشيوخ والنساء في ظل صمت عربي مريب رسمي، وفي ظل تواطؤ القوى الإمبريالية الغربية. ومن أجل حق العودة وتقرير مصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، سنستمر في مساندة الشعب الفلسطيني حتى تحقيق كل أهدافه. المواطنون شاركوا بالآلاف ونددوا بموقف المجتمع الدولي وصمت الأنظمة العربية والغربية. كل رئيس أو ملك عربي سيتدخل من أجل الهدنة بدون تحقيق الحقوق وليس المطالب الفلسطينية فهو صهيوني من السيسي. أي واحد، أي رئيس عربي يريد الهدنة بدون حقوق ليس على من. لا عيدنا حنايا ودوزنا العيد، دوزناه مزيان. راه الناس ديال غزه راهما كيعانيو من القمع، كيعانيو من التدمير، كيعانيو من بزاف د الحوايج. يعني حنا حتى العيد اللي ما خصناش حنا ندوزوا العيد والناس ديال فلسطين هما كيعانيو. حنا خصنا نتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، نتضامنوا مع الناس اللي كيتقتلوا في غزه. وتأتي هذه المسيرة لتؤكد على تشبث المغاربة بالقضية الفلسطينية وترسخ هذه القضية العادلة في وجدان جميع المغاربة بمختلف الأطياف ومختلف التوجهات.